بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حلمي محمد خليفة من محافظة سوهاج، مركز جهينة نزل حاجر، وشهرتي حلم السوهاجي. أولا نتمنى من الله نزول السيد الرئيس للمرة الثانية والثالثة وعلى طول الأبد معانا، لأنه هو أولا رفع الدولة من الأول حتى النهاردة منجزات ما لهاش حل. أولا من الطرق والكباري والمساكن، جميع الحاجات الخاصة بالناس اللي هي المستوى الفقير ما سابلهمش حل حاليا في المنجزات. ثانيا بيعمل عمل جميع البلاد فيها مصانع ومعاهد، وعمل منجزات في جميع المحافظات بالكامل ما خلاش. وبعدين في المنجزات اللي هو عملها لا خلى فيها لا كبير ولا صغير، بيعمل منجزات لجميع الناس. ثانيا المواقف بتاعته الأساسية العسكرية الذي نشأ بها من أول صغري حتى تاريخ النهاردة كلها حاجات مشرفة، وأولا الموقف الأيام اللي احنا فيها دي اللي هي موقف سيناء مع فلسطين دي أختنا وحبيبتنا وكل حاجة، بس هو متوقف أرضنا. لا، محدش عطى أرضه لأخوه من ربع المستحيلات. احنا في الصعيد بحبك ماشي، بس ما بديكش أرضي. وصبب على رأيه، محدش نفذ عليه، نفذ رأيه ونفذ رأي الناس بتاعت الشعب اللي هو موكلاه ليه. ثابت وجوده مع كل الناس في جميع الدول، عمل لنا كرامة في جميع الدول، اتعمل لنا حساب. النهارده حتى الاسم شغال، الدنيا كلها شغالة. كنت الأول تروح الاسم مالكش احترام، النهارده بتخش الاسم واي ضابط بيديك حقك، غلطان بياخد حق الناس منك، لا ليك حق بيجيبهولك. النهارده بتطلب النجدة، عندنا اسم العمرية ده لما تطلبه كأنه موجود الضابط معاك في الشارع، مش موجود في المكتب، كأنه موجود في الشارع. أقل حاجة بتلاقيه قدامك. يعني عندنا حضرات الضباط بتوع العمرية بسم الله ما شاء الله بيخدموا على كم المستوى. يعني أنا ساكن في أبو تلات في الصبا، يعني لو في أي مشكلة وقالوها بتلاقي الضابط ورجالته موجود قاعد في الصبا. النهارده كل ده من إنجازات السيد الرئيس، فإحنا نتمنى السيد الرئيس ما يسيبش البلد، لأن سابها حرام هنتعب. اللي احنا عملناه في ال10 سنين دول هيضيع، وهنرجع للايام اللي كنا ما بننامش، ما نبعتش عيالنا المدارس خايفين من الصيع اللي في الشارع. انا عندك 3 بنات كانوا بيروحوا الكليات منعتهم يروحوا المدرسه السنه اللي كان فيها مشاكل. النهارده عندنا امان. طب احنا الرئيس ده احنا عايزينه ما يسيبناش، نتمنى من الله انه هو اللي ما يسيبناش. اللي عمله ده يعني مين عمله قبل كده؟ مين عمله؟ هنقول غلاء، ما الغلاء على الجميع، الغلاء من ايام الحرب دي كلها ما لازم يبقى فيها غلاء. والرغيف ما زال بيشيل. انا عندي الرغيف بالتموين بيشيل، وبيجيب بطاقته وبياخد بالجنيه 20 رغيف، ورغيف بسم الله ما شاء الله. أنا راجل من المخابز اللي هي ما يعني الحمد لله ما بتاخدش محاضر للالتزام، الخوف من الله الأول. فنتمنى من الله السيد الرئيس ما يسيبناش، واحنا مأيدينه وما نقدرش حد يقول غير ان احنا مأيدينه كمان، مش خوف، لا ده من اللي عمله الناس كلها تشهد باللي هو عمله. خير 3 وخير 5 وما زال ده عامل
في عبد القادر مساكن الشيل المحافظات كلها. زي ما دكتور المساكن خلى الناس بتتكعبل في السكن. سكن موجود وكل حاجه موجوده. الغلاء ده غصب عنه وعن اي حد لانه مش برضاه. ما احنا لازم نكون، ما الراجل بيعمر، اللي بيعمر ده بيعوز فلوس. ده اللي خلينا احنا عاوزين وخلينا احنا محتاجين، لان هو بيعمر. احنا نتمنى من الله السيد الرئيس ما يسيبناش لان احنا محتاجينه والبلد عايزاه. الناس الفقيره عايزاه، الناس الفقيره كلها عايزاه. انما الاغنياء الله اعلم، الاغنياء الله اعلم. احنا كناس فقيره احنا عايزينه وما نستغناش عنه، ونتمنى من الله هو ما يسيبناش. ونتمنى يا سياده الرئيس انزل واحنا وراك ومأيدينك بقلوبنا. ونتمنى من الله ما تسيبناش يا سياده الرئيس.